هو طبعًا قبل العملية كان في تعب بييجي في الصدر واختناق يعني كانت مشاكل كدهوّة، وما باقدرش أمشّي، في تنفس برضه كان صعب، لحد الحمد لله ما عملت العملية. بعد العملية الأعراض دي الحمد لله راحت، وطبعًا في أعراض اللي هي بتاعة العملية، لكن اللي قبل العملية الحمد لله مش موجودة، الحمد لله راحت. المشكلة كان انسداد في الشرايين، والعملية كانت عملت قسطرة، الشرايين مسدودة، ما نفعتش القسطرة ولا دعامات، فقالوا لازم قلب مفتوح. كانت تجربة بشيد بيها، من الشفتات بتاعة التمريض كلها ممتازة جدا. الدكتور خميس طبعا والفريق اللي معاه يعني ربنا يبارك له، عملية طلعت ناجحة الحمد لله 100%، وكان اهتمام جامد طبعا من التمريض ومن الدكاترة. قعدت 4 أيام كانت كلها بصراحة ربنا رعاية يعني عالية. بشكر الدكتور خميس وبشكر الفريق الدكاترة اللي كانت معايا كلهم، والدكتورة التخدير كانت ممتازة جدا، والناس كانوا يعني تعاملوا معايا يعني كأنهم حد يعرفني، يعني حد مقرب ليك مش عيانة ودكاترة. الفريق التمريض كله في المستشفى بصراحة كانوا كلهم أحسن من بعض، فأنا بشيد بيهم بصراحة يعني بحييهم كلهم، وبعت لهم كلهم شكر.